السلام عليكم، وحشتوني. عاملين ايه؟ رجع لكم تاني بعد غياب تقريبا 5 سنين من وقت نهائي القرن ومعركة الباتشيكو والموس صانع الكابوس، ولكن قبل أن يحوله الناصر إلى منسي. راجع تاني بفيديوهات تحليل النادي الأهلي والزمالك ابتداء الموسم ده في كل البطولات. استناكم تساندوني وتدعموني وتقولوا لي تعليقاتكم ورأيكم وتشيروا على قد ما تقدروا. نبدأ العودة بمباراة سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك في الأسبوع الأول من الدوري المصري. نادي سيراميكا كليوباترا قدر إن هو يبدأ المباراة بشكل أفضل من نادي الزمالك بكتير، وده كان بفضل ثلاثي وسط ملعبهم اللي قدروا يدوا لنادي سيراميكا كليوباترا الاستحواذ ويضغطوا على خطوط نادي الزمالك. قدروا كمان إن هم ينقلوا الكورات ويمرروا الكورات ما بين خطوط نادي الزمالك، وده كان بفضل تألق عمرو السولية صاحب الخبرات الكبيرة ونجم اللقاء من طرف نادي سيراميكا كليوباترا بجانب بالحاج وعمرو قلاوة. نادي سيراميكا كليوباترا قدر ان هو يعزل خطوط نادي الزمالك خاصه في وسط ملعبه. دونجا كانه تائه ما بين قلبي دفاع نادي الزمالك وكانه بيقوم بدور ليبرو قديم، بالاضافه لشحاته اللي كان معزول في منتصف الملعب غير قادر على بناء اللعب او المسانده الدفاعيه لباكات نادي الزمالك بنتاي وعمر جابر، بالاضافه لعدم وجود عبد الله السعيد في الادوار سواء مشاركه في بناء اللعب او المسانده الدفاعيه. شيكو بنزا وناصر ماهر ما كانش بيقوموا المسانده الدفاعيه للباكات، خاصه شيكو بنزا اللي كان سايب مساحات كبيره خلفه، ودي اللي استغلها اسلام عيسى في ان هو يخش الى قلب الملعب، بل ان هو يخش في قلب 18 مع انضمام بنتاي كثالث في قلبي الدفاع نادي الزمالك، وترك مساحه داخل ال 18 بسبب عدم وجود دونجا او شحاته في المسانده الدفاعيه لبنتاي كمان. ده خلق فرصتين كانوا خطيرين على مرمى نادي الزمالك. بمرور الوقت نادي الزمالك ابتدت خطوطه تترابط قليلا، ابتدى يظهر له شكل هجومي، وده بفضل الامكانيات الفرديه والمهاريه عند ناصر ماهر وشيكو بنزا اللي كمان كان مميز بامكانياته الجسمانيه. شيكو بنزا ما كانش بيستغل امكانياته دي على الشكل اللي هو يخلق فرص لنادي الزمالك هجوميه ويفيد الفريق بشكل جماعي، وكان بيحاول ان هو يظهر امكانياته دي ولكن الفرديه غلبت عليها، على عكس ناصر ماهر كان بيحاول يربط مع عبد الله السعيد وناصر منسي لخلق فرص لنادي الزمالك. ناصر منسي كان قايم بدور صانع لعب، بل بدور كمان راس حربة محطة لنادي الزمالك، ولو كان البروفايل بتاعه تطور فيه حتة صناعة اللعب أكتر من كده كان ممكن يخلق فرص لنادي الزمالك ويسجل أهداف. ناصر ماهر كان نجم اللقاء بشكل عام، محاولاته ومحاولات التسديد ومحاولات صناعة اللعب لراس الحربة أو اللعب مع لاعبي البلاي ميكر أو الأجنحة ظهرت في كثير من الفرص أو الهجمات لنادي الزمالك في الشوط الأولاني، لكن كان استمر صراع الوسط إلى نهاية الشوط الأولاني، وابتدت تظهر الإرهاق على بعض اللاعبين وعدم الجاهزية، ابتدت تظهر بعض الالتحامات في نهاية الشوط الأولاني. مع بداية الشوط الثاني تغيرت الأحوال وتطور نادي الزمالك هجوميا بشكل أفضل، خاصة أن نادي سيراميكا حول لعبه إلى الأطراف، وابتدى يحاول أن هو يطور هجماته من خلال الأطراف مع إغلاق العمق من خلال الفرقتين على بعضهم البعض. نادي الزمالك ابتدى يستعين من آدم كايد، والبروفايل بتاعه كان أفيد لنادي الزمالك من شيكو بنزا، لأن الراجل كان بيقوم بأدواره الدفاعية والمساندة لبنتاي، فكان بيساعد في إغلاق الهجمات اللي كانت بتيجي عن طريق نادي سيراميكا كليوباترا. ابتدى يطور ده بنزول مروان من ناحية الجبهة اليمنى ومحاولة الهجوم على بنتاي واستغلال المساحات اللي كانت موجودة، لكن آدم كايد كمان كان عنده الحتة الهجومية وإن هو يقدر يوظف مهاراته دي في صناعة اللعب وصنع فرص لنادي الزمالك. ناصر ماهر اللي دخل مكان عبد الله السعيد في منتصف الملعب كصانع لعب وتغيير مركزه، لأنه عنده ميزتين. الميزة الأولانية المجهود البدني والمهاري كان عنده أعلى ويقدر يكمل مكان عبد الله السعيد اللي مجهوده البدني انخفض وابتدى يظهر الميز باص عنده. ناصر ماهر كمان كان بيقوم بالتكمله الهجوميه مع راس الحربه او مكان راس الحربه، وده اللي شفناه في هجمه فرصه الهدف الاول اللي سجله من تسديده وتحرك اكتر من رائع، بالاضافه لمعالي الشاب المغربي اللي كان بلمسات بسيطه جدا خلق فرص لنادي الزمالك، زي ما فرصه سيف الجزيري اللي اضاعها برعونه شديده. سيف الجزيري كمان نزل لانه عنده بروفايل مختلف تماما كراس حربه عن ناصر منسي، بالاضافه ان هو مهاجم فينشر نقدر نقول ان هو جيد وزيه زي ناصر منسي، لكن كمان عنده السرعه
ويقدر ان هو يتحرك على الاجناب ويخلق للاجنحه بتاعت الزمالك او البلاي ميكر مساحه ان هم يتحركوا من الخلف للامام، وده اللي شفناه في اندفاع ناصر ماهر مكان الجزيري لما اتحرك على الطرف واستغل تمريره ادم كايد، او تحرك معالي اللي اتحرك مكان على طول خد مكان ناصر ماهر وكانه راس حربه تاني خلف ناصر ماهر وفتح له مساحه للتمرير لو ما كانش اختار طبعا اختيار التسديد. التغييرات كمان كانت موفقه من المدرب بالدفع بسيف فاروق جعفر، اللعيب تطور البروفايل بتاعه دفاعيا وابتدى يبقى اقوى دفاعيا في الضغط على المنافسين، بالاضافه انه عنده جوده التمرير وبناء اللعب والمهاره اعلى من دونجا اللي كان مش في مستواه. بالاضافه لده ابتدى شحاته يتطور وابتدى يفوق فنيا في ارضيه الملعب، وده اللي توج بمجهوده بهدف ولا اروع هيفضل ينافس على افضل هدف في الموسم من اول اسبوع لاخر اسبوع. نادي الزمالك كمان كان بيعيبه في نهايه المباراه شخصيه البطوله اللي اتاثرت طبعا ببعض الهجمات اللي كان بيحاول لاعبيه ان هم يسيطروا على الكره ويمرروها بدل من محاوله تسجيل الهدف الثاني وانهاء المباراه وظهور شخصيه نادي الزمالك. لكن بعيدا عن ده كله المباراه والاداء بتاع نادي الزمالك كان مبشر جدا للجمهور، خاصه الصفقات ووجود دقه قويه لنادي الزمالك مبشره جدا مع انضمام صفقات زي المهاجم الفاز طبعا الفلسطيني عدي الدباغ او الجناح البرازيلي الصغير الشاب المنضم حديثا لنادي الزمالك، ومع طبعا الانسجام لما يزيد وقراءه اللاعبين وحفظهم لفكر المدرب طبعا ده هيبشر بكتير جدا وهيظهر في قادم الجولات. وانتظرونا برضه في قادم الجولات وانتظرونا الثانيه، عوده ممثل افريقيا في كاس العالم للانديه، عوده فريق المليارات، عوده جلاكتيكوس الاهلاوي لمباريات الدوري العام المصري، مواجهه نادي مودرن سبورت في الاسبوع الاول. النادي الاهلي بدا ضاغط على نادي مودرن سبورت بكل خطوطه، اما نادي مودرن سبورت فانه ترك الاستحواذ للنادي الاهلي تماما وبدا يضغط فقط في منتصف ملعبه. النادي الاهلي كان واضح ان هو بيعتمد في بناء لعبه على ياسين مرعي اللي كان مميز في الكورة الطوليه او التمرير لبناء اللعب عن طريق لاعبي وسط الملعب او ارسال الكور الطوليه على الاطراف الملعب سواء لتريزيجيه او لزيزو. النادي الاهلي ابتدى بمرور الوقت يفشل احمد رضا في الاستعانه بقفشه في صناعه اللعبه او بناء الهجمات، فكان النادي الاهلي بيضطر للهبوط بن رمضان للاستلام من قلبي دفاع النادي الاهلي لصناعه اللعب او بدايه بناء الهجمات. ده افقد النادي الاهلي الكثافه المطلوبه خلف محمد شريف في الهجوم او داخل ال18، بالاضافه لزياده الكثافه الهجوميه في مراحل صناعه اللعب سواء الاعتماد على بن رمضان او قفشه كان خارج نطاق الخدمه فنيا وبدنيا في المباراه، بيسباص كتير وما كانش قادر يقوم بحلوله السحريه اللي كانت معتاده مع النادي الاهلي في صناعه اللعب. النادي الاهلي بمرور الوقت ابتدى يلجا لاطرافه والدخول لعمق الملعب سواء عن طريق زيزو او تريزيجيه، سواء بحلوله الفرديه عن طريق التمرير او مراوغات اللاعبين او الدخول للعمق والتسديد، وكان تريزيجيه قريب جدا ان هو يحرز الهدف الاول والتقدم النادي الاهلي من احدى التسديدات دي. النادي الاهلي كان بشكل عام باين على لاعبيه عدم الانضباط او عدم التركيز بالشكل الكافي لخلق الفرص او اختراق نادي مودرن سبورت اللي كان بيكسر كل هجماته عن طريق التكتل الدفاعي اللي موجود ومساندة الأطراف ومساندة المهاجمين في إفشال بناء اللعب للنادي الأهلي. النادي الأهلي في الشوط الثاني لجأ لبعض التغييرات الهجومية لاستغلال الأطراف، لأن دخول طبعا الوينجات النادي الأهلي زيزو أو تريزيجيه للعمق كانوا بيسيبوا مساحة للباكات للتحرك وزيادة الفعالية الهجومية أو زيادة العدد الهجومي للنادي الأهلي، وده ما كانش بيقوم بيه محمد هاني بالشكل الكافي أو محمد شكري. لكن عند نزول طبعا كريم فؤاد مع زيزو من فترة من فترات ومع انضمام زيزو طبعا لدخوله لمنتصف الملعب ونزول بن شرقي كمان ابتدت تظهر فعالية هجومية للنادي الأهلي من الجانب الأيسر، خلقت بعض الفرص لكنها لم تتوج بأهداف. طبعا اللامركزية اللي النادي الأهلي خلقها بالتبادل اللي كان بيحصل محمد شريف وطاهر محمد طاهر اللي كان بيجيد كمان التكمله الهجوميه خلف المهاجم واحداث الكثافه اللي النادي الاهلي محتاجها مع نزول طبعا جراديشار. طبعا ظهور اللامركزيه دي طبعا لو لاحظنا في الهدف الاول للنادي الاهلي محمد شريف هو اللي بيقوم بالعرضيه اللي جه منها الركنيه اللي استغلها طبعا زيزو ورضا في تقدم النادي الاهلي.
نادي مودرن سبورت بعد الهدف تغير اسلوب لعبه وابتدى يضغط على النادي الاهلي في منتصف ملعبه في بنائه للعب، سواء عن طريق حارس المرمى مصطفى شوبير او اطراف النادي الاهلي محمد هاني وكريم فؤاد او ياسر ابراهيم. وطبعا قدروا ان هم يغلطوا شوبير وكريم فؤاد، ودي الكره اللي جه منها هدف التعادل لنادي مودرن سبورت. رجع نادي مودرن سبورت للخلف تماما، وبدا كثافته الدفاعيه دي تزيد بتكتل دفاعي اصلب من الشوط الاولاني. بتكتل الدفاعي ده اتنقل من منتصف ملعبه للربع الاخير من الملعب. نجح نادي مودرن سبورت في خلق كتير من الفرص عن طريق استغلال سرعات لاعبي الاجنحه والمهاجمين عنده، وبمرور الوقت قدر ان هو يستغل احد الكرات الثابته اللي استغلها الفريقين واحرزوا 3 اهداف من 4 في المباراه، وليتقدم نادي مودرن سبورت بالهدف الثاني. النادي الاهلي ابتدى يحاول ان هو يزيد من غلته الهجوميه بنزول جراديشار، ويحاول عن طريق نجم المباراه طبعا زيزو بارسال كثير من العرضيات واستغلال الكور الثابته طبعا اللي احرز منها النادي الاهلي الهدف الثاني عن طريق ياسين مرعي، وكاد النادي الاهلي من احدى العرضيات كمان ان هو يحرز الهدف الثالث. اجمالا النادي الاهلي في حاله فنيه غير مرضيه لجماهيره وغير مبشره لو استمرت بهذا الوضع. لازم يكون عند اللاعبين تركيز اكتر وقراءه فنيه من المدير الفني وربط الفريق وربط طبعا افراده بشكل اكتر من ده عشان يتطور اداء الفريق، لانه ما كانش مبشر في المباراه الاولى اللي في الدوري زي ما كان مبشر في المباريات الوديه. فهل هيحصل تطوير فعلا بمشاركه اللاعبين اللي كانوا غايبين عن النادي الاهلي وتواجدهم زي لعيبه موجوده على دكه البدلاء زي امثال ديانج، او طبعا وجود الشناوي اللي بيجيد بناء اللعب افضل من شوبير بعض الشيء، او وجود لاعبين في منتصف الملعب زي عودة إمام عاشور اللي طبعا هيكون إضافة وحل من الحلول الكبيرة ونجم الشباك في الدوري المصري ونجم الشباك في الكرة المصرية عامة. ده اللي هنشوفه طبعا في قادم الجولات سواء للنادي الأهلي أو الزمالك، وانتظروني في الأسبوع الثاني من الدوري المصري. السلام عليكم.